السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 أبراج معانا هتفتتح شهر أغسطس من أول يوم في أغسطس، يومين حلوين قوي وعندهم خبر حلو. طبعا أنا هنا بدعي للناس اللي متفائلة، يعني بتلاقي حد مثلا يدخل اليوم كاتب إيه؟ لا ده مش هيحصل حاجة، ده أنا ما حصلش معايا. أنت عارف حضرتك بيتقال عليك إيه؟ يعني الناس اللي بتدخل تكتب كده، عارف حضرتك اسمك إيه؟ يعني بلاش تستدعي الفقر، ما تبقاش شخص بتستدعي الفقر. تمام؟ انا في اصعب حالاتي كنت دايما مبتسم ومتفائل. يا ابني اللي بتكتب انت ولا اللي بتكتب انت عارفين انا مريت بايه؟ عارفين انا عديت بايه؟ اقسم بالله ما حد يستحمل 1 في المليون اللي انا عديت بيه، كله كان هيقع من طوله. لكن انا كنت بستقبل ده بالتفاؤل. ده الكلام ده على مدار 20 سنه، واهلي وبلدي عارفين الكلام ده. لذلك 5 ابراج وبشرة خير، بحب اقول كده عشان الناس اللي بتستدعي الفقر يعني. ونبدا ونقول اول برج معانا. الابراج دي ان شاء الله هتستدعي. ما تنسوش يا جماعه بالاشتراك، دي قناتنا الثانيه. الاشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه اتصال مباشر ساعه 2 3، حاطط رقم القراءات على عنوان الحلقه. ونبدا باول برج معانا، هو برج العقرب. برج العقرب عندك خبر حلو قوي. طبعا زي ما قلت كده في خبر حلو عشان عندك القمر في بيتك الاول. القمر في بيتك الاول يحدث معك انفراجه، خاصة وانك هتعبر بيومين صعبين اللي هو نهاية الشهر. يعني انت عندك نهاية الشهر مش صعبين، يعني انت ممكن تكون دلوقتي حاسس بضغط، بضيق، بالتوتر، ده امر طبيعي جدا. لكن الانفراجة الحقيقية تأتي معاك بداية من أول الشهر. القمر سيكون متواجد في بيتك ال 12، بيت صعب بالتوتر. لكن أول الشهر 1 و2 القمر ينتقل إلى بيتك الأول، تحدث الانفراجة، يحدث التغييرات الإيجابية، يحدث مع الكثير منكم تغييرات طال انتظارها وبشرة خير قادمة. بشرة خير قادمة، لذلك هي بشرة خير وانفراجة قادمة، وشخصيتك ترجع على حياتها، وضعك الطبيعي يرجع، تسمع خبر حلو قوي يتعلق بالعمل او المال وكل شيء في حياتك، مش حاجه واحده بس، ده كل شيء في حياتك هيحدث له انفراجه وبشرة خير لحبايب برج العقرب رقم 1. ومحدش يقول انا حصل وما حصلش، عشان انت بيتقال عليك ايه؟ معروف اسمك. اللي دايما الناس اللي هي بتستدعي الفقر جايه من كلمه فقر يعني. تمام؟ تاني برج معانا برج الميزان. ابشروا بالخير يا جماعه، بشرة خير، انت معاكوا الخير بامر الله من النهارده، بدايه من اللحظه اللي انت بتشوف فيها الفيديو. لكن الخير المالي القادم هو المال يعني حاليا الشمس هتكون متواجده في برجك. بعد ذلك القمر ينتقل الى برج العقرب بيت المال. عندكم انفراجه ماليه، استدعوا الطاقه. مش هتحدث ديننا يعني يقول لك يعني البشرى بالخير، ابشروا بالخير تجدوه. ده لو الناس بتستوعب يعني. تمام؟ فصدقوني ركزوا في جزئيه المال، ركزوا في العمل، ركزوا في التعاقدات، في اي شيء انت في عملك في شغلك هتلاقي استدعاء تلك الطاقه. وفي نفس الوقت عندكم انفراج وخبر حلو جدا يتعلق بالمال، يتعلق ب وقوع الاختيار عليك في امر لا، تعويض من الممكن، حلول لمشكله ماليه، سداد ديون. هتلاقي الفتره دي اسعى فيها وهتلاقي الامور مشت. دي الفترات اللي فيها انفراجه ماليه لو اخدت بالك من جزئيه المال خلال الفتره. اذا رقم 2 معانا هو برج الميزان. ثالث الابراج معانا هو برج الحوت. برضو اتحدث عن اي حد من برج الحوت عشان ما كانش مبسوط، خاصه برج الحوت ناس كتير كانت متبهدله. انت عندك حظ كبير نتيجه لوجود القمر في بيتك ال9، ومش عايزين حد، الناس اللي هي بتجيب الفقر يكتب لنا كومنتات شبههم. تمام؟ استدعي يا اخي، يا عم غير. يعني الناس اللي بتستدعي الفقر دي، والله العظيم لو ابتسمت لو الدنيا مشت كده وركزت، لكنك منك يعني دايما بتبدا وتقول الدنيا هتبقى وحشه، انا ما حصليش حاجه، اقسم بالله ما هيحصل لك حاجه. يعني بيقول ما حصلش، والله العظيم هتفضل طول عمرك تحت الارض. لكن استبشر بربنا يا اخي. الحوت عندك خبر حلو جدا يتعلق بالعمل، بالانفراجه، بالطاقه. ايضا عندك خبر حلو بالنسبه للسفر. الناس اللي مستنيه سفر، الناس اللي مستنيه نجاح. انت مثلا عندك نجاح مثلا في اختبار، استنى، شوف سبحان الله، بقول لك استنى النجاح يعني عشان ده بشرة خير، مش بقول استنى النتيجه الحلوه، يعني النجاح مباشره. ففتره خير كده قادمه
لحبايبي برج الحوت، لو انت مستني خبر نجاح، قبول، ايا كان، ورق مقدمه في سفاره، ورق انت يعني كنت مقدمه في شغل، او مقدم على اختبار، اي شيء اي شيء، وبشرة خير لحبايبي برج الحوت. رقم 3 معنا. رقم 4 معانا في القائمة وبرج السرطان، ووجه كلامه برضه للناس اللي التعبانة، يعني الناس اللي هي بتستدعي طاقة الفقر. بشرة خير يا جماعة، أبشروا بالخير. تمام. برج السرطان، عندك انفراجة في المال والعلاقات العاطفية. هتلاقي حد طالع يقول لي العلاقات العاطفية انا متنيلة بنيلة، مش عارف. انت اللي حضرتك منيلها بنيلة على نفسك، عشان طاقتك سلبية، علشان اختيارك غلط. مفيش حاجة كده. اصل انت لو قلت مثلا انا مش عارف ايه، يبقى ربنا مش ظالم، ربنا العادل، لكن انت ما بتعرفش ازاي يعني تقود حياتك، او اختياراتك اللي مضيعه حياتك. لذلك انا ببشر بالخير. ممكن تعدل يا برج السرطان في الامور الماليه، في العمل ممكن يحدث معاك حظوظ كبيره جدا. استدعي الطاقه الايجابيه، خليك دائما متفائل، خليك دائما على يقين ان ربنا العدل وهيعمل لك كل شيء، ودي الفتره المناسبه. يعني انا بقول لك كلمه السر، الفتره المناسبه. حبايبي برج السرطان، الامور الماليه خير، الامور العاطفيه خير اكتر، وبشرة خير لحبايبي برج السرطان. رابع الابراج معنا. اما البرج معانا الاخير ان شاء الله هيكون عنده خير، برج الجدي. برج الجدي، حبايبي برج الجدي، انا برضو بقول الرساله لاي حد من برج الجدي متشائم، عشان عارف ان الدنيا برضو كانت بايظه الفتره اللي فاتت 3 شهور. استدعي الطاقه الايجابيه. عندك انفراجه في العلاقات، وعندك انفراجه في المشاكل، وعندك تصالحات مهمه، وفتره من الفترات التي يحدث فيها تحقيق هدف مهم، تحقيق امر مهم طال انتظاره. وفتره من الفترات الرائعه، فتره من الفترات الرائعه التي يحدث فيها المستجدات الرائعه، وامر رائع جدا على وشك الحدوث بالنسبه لخبر حلو قادم، وايضا علاقه رائعه ممكن توطيد علاقه، تحقيق هدف. البيت ال11 من البيوت الرائعه جدا، والقمر بينتقل في برج العقرب في تجانس وفي مستجدات، ولديكم قبول كبير، قبول كبير وفرض سيطرة. فترة مهمة، وأنت ستجد نفسك متناغم مع طاقة الفترة، وقبول وأخبار سارة تتعلق بالمال والعمل. دول ال5 أبراج اللي هيفتتحوا الشهر بأمر الله بخبر حلو جدا. وده رسالتي للناس الطاقة الإيجابية، مش الناس السلبية اللي بتحب الأمور الفقرية. هعيد تاني تنويه الناس اللي بتتابعنا، اشترك وتفعيل الجرس يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحياه والعلم، ودي قناتنا الثانيه يا جماعه، عشان الناس اللي بتتابعني، دي قناه ثانيه عاملها للتوقعات لجميع الابراج. اللي عايز قراءه خاصه بعمل قراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، سنوات الاكثر حظك الحظا، كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه. يا رب كده حبايبي جميع الابراج دايما تكون بامن وامان. سلام عليكم.